شايفين بقى الجمال؟ حبيت اوريكم بقى الجمال اللي انا عملته ده. يلا ما اوريكم اسهل طريقة محشي، وبجد هتعجبك قوي، سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت خالص. اول حاجة طبعا انتوا شايفين مجهزة كل حاجة علشان ما اعملش وانا معاكم. فقشرت البصل وقطعت الفلفل وقطعت الخضرة بالشبت. وطبعا الكرنب ده كنت سلقاه من المرة اللي فاتت، وكان فاضل شوية صغيرين دول، فقلت هعمل حلة صغيرة كده على قد انا وجوزي. نسيت اقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا صباح الفل يا صباح الجمال، انا بسجل الفيديو ده وانا لسه مفتحه عينيا من النوم عشان انزله لكم النهارده. تمام. فقلت لا اسجله معاكم علشان ما نزلتش فيديوهات من بقالي فتره، واوريكم برضو طريقه عمايلي في المحشي، وبجد هتعجبكم قوي. جبت حله وحطيتها على النار ونزلت بزيت، ونزلت بالبصل بتاعنا. طبعا هتقول البصل غالي والكلام من ده، البصل ده زرع، عارفين التزريعة اللي بتطلع، لانه كان عايز يتزرع ولا ايه، فكده كده هيبوظ، فقلت الحقه بصراحة يعني. هنا شايفين التزريعة بتاعته هناك اهي، وطبعا هحطها على المحشي، هوريكم هحطها ازاي. خرطت بقى البصل بتاعي كده على قد اللي انا هستخدمه، بس كده. طبعا بقى شايفين اول ما بياخد لون من الجنب كده بقعد اقلبه بقى، كل ما ياخد لون من الجنب اقلب اقلب، لانه انا عايزاه ياخد لون خالص. هنا بقى هنزل بالفلفل بتاعي، نزلت بالفلفل بقى اللي انا مخرطاه معاكم. واول ما ياخد تقليبه كده هنزل بالتومه بتاعتي. انا عندي جايبه 3 فصوص توم، انت حسب ما تحبي بقى. دول 3 فصوص محترمين يعني كبار والله. فرمتهم بقى كده على الفلفل والبصل، وبس كده. هنقلبهم بقى كويس، وانزل بكيس الصلصه بتاعي عشان يعني يدي للطماطم ايه لون يعني. قولي معلقه صلصه، ده بالكيس ده بيبقى فيه معلقه صلصه، قولي هتنزلي بمعلقه صلصه كبيره شويه. وخلاص هقلبهم بقى عشان الصلصة المادة الحافظة تروح منها في الزيت كده. وبعد كده هننزل بالطماطم بتاعتنا، رتل من الطماطم كده ضربينه كويس جدا. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل ومعلقة بهارات محشي وكركم، لا بابريكا قصدي، فلفل اسود وبهارات 7 بهارات وشوية شطة. هنا اول بقى ما التسبيكه بتاعتي بتتسبك كويس كده، يعني بقوم جايه نازله بشويه من الخضره والشبت. بقسمهم نصين، نص معاه هيتسبك والنص التاني هنخلطه على الرز. تمام. هنا هنسيبها لحد ما تتسبك، ويلا بينا نغسل الرز بتاعنا واوريكم هنعمل ايه. طبعا الرز بتاعي كوبايه بس من الرز. الكوبايه دي عارفين كوبايه سلستين كده يعني، مش كوبايه من العاديه بتاعه الميه، لا كوبايه اللي هي نص رتل. تمام. غسلت بيها وجبت الحلة اللي انا هعمل فيها الف فيها. طبعا الخضرة اللي معايا دي شايفين مقطعة بقى، اللي هو كان البصل اللي زرع ده مقطعة ناعم خالص عشان اخلطه على الرز معاكم. وهنا التسبيكة كانت خلصت، جبتها وريتها لكم كده. وبعدين نزلت بقى بالرز، وكمان حطيت ايه معلقتين زيت. حطيت معلقتين زيت مع الرز علشان يفلفل كده، تكون كل حبايه لوحدها. ونزلت بالخضره بتاعتي وتزريعه البصل دي مخرطاها ونزلت بيها كمان. وبعد كده ننزل بالصلصه بتاعتنا. شايفين مفيش اسهل من كده، المحشي ما خدش وقت خالص. كان اليوم ده جوزي طالب محشي، والله العظيم انا بادئه في المحشي ده اهو بعد اذان المغرب. يعني طبعا جوزي انتوا عارفين بيجي اذان العشاء، بدأ بعد اذان المغرب على طول، يعني ما كنتش خرطت البصله خالص غير بعد المغرب. والحمد لله هو جه لقاه على النار، ويعني خلاص هطفي عليه اهو. طبعا قلبت الخلطه بتاعتي مع الرز، الابيض اللي باين في الخلطه ده البصل. وحطيت بقى شويه توابل كده على الفراخ بتاعتي، وهلف في الحله دي. مش هغسلها ولا اي حاجه، بصلصتها زي ما هي كده وهنلف فيها. تمام. قطعت بقى اللي هو لونه اخضر شويه، بحطه في القاع من تحت، يعني بحطه في الارضيه عشان انا مش بحبه قوي، عشان لو حصل له حاجه يبقى استغنينا عن اللي في الارض.
اللي في القعدة. اول حاجة طبعا لفيت كده بوريكم انا بلف ازاي، وبعد كده هسرع الفيديو وهوريكم كله وانا بلفه سوا. شايفين؟ طبعا انت حسب ما بتحبي، في ناس بتحب صغير قوي، في ناس بتحب وسط، في ناس بتحب تلف المحشي ده يعني كبير خالص عشان تنجز يعني، ويقولك مش كده كده محشي، ليه صغير وليه نبهدل نفسنا؟ فانت حسب ما هتلف محشيك اعملي. تمام. انا بعمله وسط، ولا هو كبير ولا صغير، علشان صراحة كنت برضو بكبر شوية عشان انجز، عشان جوزي وكده جاي. شايفين بقى؟ اول ما هنرص بقى اللي هي اللي في الارضية ده، هنحط بقى اسمه ايه، الفراخ بتاعتنا. طبعا لسه صاحية ومش مركزة. تمام. صباح الفل عليكم والله. عاملين ايه؟ اللي يسمع الفيديو ده ما يعلقليش على كلامي اللي فيه، عشان انتوا بتقولولي ما تقعديش ايه تقولي كلام زيادة. ما تعلقوليش على الكلام، والله لسه صاحية من النوم، ما مش مفوقة اصلا. تمام. وبكده نكون خلصنا اللي في الارضية. النور هيقطع عليا دلوقتي، فانا قلت ايه اسجل على الفيديو الصوت قبل النور ما يقطع، والحقيقة ان انزله لكم النهاردة، ويا رب ينزل النهاردة. فاكرين لما كنت بعمل فيديو المحشي الاخير، لما قلت لكم كل سنة بعمل محشي؟ ده بقى عشان كيس عندي في الفريزر، جوزي قاعد يقول لي اعمل لنا المحشي اللي عندك، اعمل لنا المحشي اللي عندك. بصراحة هو طعمه حلو يعني، بيخليك عايزة تعمل. طبعا بلف سريع زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الفراخ بتاعتي، وبعد كده برص حواليها، وبعدين بغطيها بقى من فوق. طعم الفراخ اللي بتكون في المحشي دي طبعا هي مستوية مرة يعني في الشوربة، بجد بتكون خطيرة دايبة دوب، يعني طعمها تحفة. جربوا المحشي ده هو بنفس الطريقة، والله العظيم هتدعولي عليه. يعني جربوه بنفس الطريقة وهتقولوا. لو ما عندكيش بصل من اللي هو مزرع ده، بصلة خضراء وقطعيها على الرز، يا نهار ابيض حاجة تحفة، بجد بتفرق قوي في الطعم. هنا بقى كنت بلف سريع، ما سبتكمش خالص اهو، عشان اعرفكم يعني اللي انت وانت واقفه هتخلصي كل حاجه، والله يعني مش هتاخد بالك، اشغلي بالك بس بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا ساعات واحنا واقفين كده بتلاقي عقلنا بيسرح، يعني ممكن افكر في حاجه تانية، فبقعد بقى اصلي على سيدنا محمد علشان اتلخم يعني، عشان عقلي ما يفكرش كتير. تمام. بعدين انتوا عارفين ان الواحد لوحده، فبصراحة الوحدة وحشة، وكنت واقفة يعني ما قعدتش خالص. انت لو في بيتك اقعدي، لكن انا صراحة كنت مستعجلة وكنت بلف سريع. انا مسرعه لكم كده، بس انا كنت فعلا بلف سريع جدا، عايزة اخلص واحطه على النار. اول ما قرب اخلص كده، يعني شايفين الشوية دول فاضل شوية صغيرين اهو، هقوم راح مولعة بقى على الشوربة على طول. ليه بقى؟ عشان الشوربة تغلي. واول ما تغلي كده ننزل بيها على طول على المحشي، تكون هو خلاص هيستوي بسرعة، مش هياخد نص ساعة على النار. ما شاء الله خلصته بسرعة جدا. انتوا عارفين بعد ما جوزي اكل كده قلت له انت عارف المحشي ده انا بادئه فيه امتى؟ قال لي امتى؟ قلت له بعد المغرب. ما كانش مصدق، لكن لو قلت له قبل لما كان ياكل كان ممكن يزعق ولا حاجه. انتوا عارفين هما ما عندهمش طولة بال ابدا. فهنا حطيت رصيت بقى الورق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. انتوا مش مكبره خالص يعني، كده كويس. وبس كده خلصت، يلا بقى نحطه على النار. طبعا هوريهولكم اهو من قريب. شايفين الجمال؟ والله بجد تحفه. يلا بقى نحطه على النار على طول. حطيت بقى الشوربه تغلي على النار كده، وكنت عليت عليها فقربت تغلي خالص اهي. اول ما هتغلي خالص تفور كده، يلا بينا بقى ننزل على المحشي. ننزل على المحشي ازاي؟ نغطيه بس مش قوي، شايفين؟ يبقى باين منه كده بس كده. هنهزه بقى هزه علشان كل صباع ياخد من الشوربه دي، ونغطي عليه ونسيبه نستوي. يلا بقى اوريهولكم بعد ما استوى. شايفين الجمال؟
تحفة بجد والله تحفة. جربوه بنفس الطريقة ويعجبكم قوي، وبجد كان طعمه خيال. هنا طبعا بجيب واحد كده صباع واقوم فتحاه، تمام، اشوفه هو استوى من قلبه ولا ايه. اول ما اتاكد ان هو استوى من قلبه خلاص يبقى المحشي بتاعي استوى. طبعا بتفضلي معليه على المحشي لحد ما يتشرب خالص. اول ما يتشرب تهدي بقى خالص، تمام. ما تسيبيش فيه ميه وتقومي جايه مهديه، لا هيبوظ منك. او يقعد يغلي 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 وبيتشرب خلاص كده. هنا اكلت الصباع ده طبعا، اكلته. بصوا الجمال بقى. يلا بقى نغرفه سوا، شايفين؟ وبس كده، وبكده نكون خلصنا. وبجد كان طعم تحفة جدا، يعني مش عارفة اقول لكم ايه. كل صباع ماسك نفسه على فكرة، مش مفروض ولا اي حاجة. شايفين القمر؟ ما تنسوش بقى تجربوا الطريقة وتقولولي في التعليقات، ولايك وشير وكومنت حلوة كده، واللي مشتركش معايا في القناة ينورني باشتراك عشان عيلتي تكبر بيكم. سلام.